شايفين طاجن الفريك الخطير ده؟ ما ينفعش يعدي علينا 4 ايوب من غير ما نعمله. من سنين طويله خالص ماما لازم تعمله لنا في 4 ايوب، وعلشان كده ناويه اكمل واعلم ولادي ياكلوه في 4 ايوب. طاجن فريك كده بالصلصه، حاجه كده خطيره نباتيه. تعالى اوريكم شكله عامل ازاي. شايفين الفريك مفلفل مش معجن خالص، بصوا شكله تحفه. تعالى اقول لكم عملته ازاي. اول خطوه هعملها في طاجن الفريك ان انا هجيب نص كيلو فريك، هغسله غسله كويسه جدا وهنقعه بميه مغليه لمده ساعه. ده لو انا مستعجله، لكن انتوا لو مش مستعجلين انقعوه في ميه بارده 3-4 ساعات. انا صراحه كنت مستعجله فنقعته ساعه، فبصوا بقي زي الفل. علشان اعمل الطاجن بتاعي دلوقتي هجيب حله واحط فيها معلقتين كبار زيت، وبعد ما الزيت بتاعي ساخن دلوقتي بقى هحط بصله متقطعه مكعبات او بصلتين صغيرين، وهنقلب البصل كويس جدا لغايه لما يدبل معانا. وعلشان البصل يدبل معانا بسرعه هنحط له رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهقلب كويس جدا لغايه لما البصله بتاعتي تدبل. وبعد ما البصله بتاعتي دبلت هحط معلقه صغيره توم مفروم. ويا سلام بقى لو عندكم هريسه شطه تقدروا تزودوا معلقه صغيره، هتديها ريحه ونكهه تمام جدا، بس انا خلصانه عندي. وهزود عليهم قرن فلفل اخضر وقرن فلفل سبايسي، ولو انتم ما بتحبوش الفلفل السبايسي مفيش مشكله، حطوا فلفل اخضر او فلفل الوان. بعد ما البصله بتاعتي دبلت هي والفلفل والثوم، دلوقتي بقى هنحط الفريك اللي كنا ناقعينه. وبعد كده هنشوح الفريك بتاعنا كويس جدا لمده 2-3 دقايق. وفي ناس بتحب البصله بتاعه الفريك تبقى متسبكه قوي ولونها غامق، اوكي اعملوا اللي انتوا بتحبوه، لكن انا بحس ان لما البصله بتبقى يا دوبك متصفره بتديها تسكيره وطعم احلى بكتير. ودلوقتي بقى يلا نتبل الفريك بتاعنا. هنحط معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره بابريكا. ودلوقتي هحط مكعبين مرقه من الخضار اللي انا كنت عاملاها قبل كده في القناه. لو ما عندكمش تقدروا تستخدموا اي نوع مرقه خضار انتوا بتحبوها. شايفين شكل مكعبات المرقه حلوه ازاي؟ على فكره انا عاملاها ليا اكتر من 8 شهور. وهقلب الفريك كويس جدا مع التوابل لمده 2 دقايق. وكمان لما بنشوح الفريك كويس جدا في الخطوه دي مع التوابل والبصل والفلفل والثوم، مش عايزه اقول لكم الفريك بيبقى طعمه حلو جدا، وكمان بيفلفل معانا وبيبقى ما بيلزقش ويعجن معانا بعد ما يستوي. ودلوقتي بقى هحط كوبايه صلصه من اللي احنا كنا مسبكينها قبل كده. شايفين شكلها عامل زي الصلصه الجاهزه بالظبط. انا هستخدم كوبايه كبيره، تقدروا تستخدموا اي نوع صلصه لو انتم ما عندكمش صلصه دي. وكمان لو ما عندكمش خالص ممكن تستخدموا طماطم فريش تضربوها في الخلاط كويس وتسبكوها على جنب، او ممكن تستخدموا طماطم فريش هتضربوها في الخلاط وتصفوها وتسيبوها تغلي شويه على نار، وبعد كده تزودوها على الفريك. ودلوقتي هزود من 1.5 كوباية لكوبايتين ميه مغليه. حاسه ان انا لسه محتاجه شويه ميه فهزودها شويه ميه كمان. وهحط معلقه صغيره سكر طبعا عشان حموضه الطماطم. وندوق بقى في الخطوه دي ونشوف محتاجين ملح محتاجين توابل. هزودها شويه ملح وكده تمام جدا. هسيبها بقى تاخد غلوه على النار لمده 5 دقايق 10 دقايق، وبعد كده هنحطها في الطاجن سواء فخار بقى ازاز براحتكم. ونبدا نحط الفريك بتاعنا. قرن فلفل سبايسي كده نحطه على الوش في الطاجن الكبير. عايزين نحطه في الطاجن الصغيره تمام. وبعد كده نغطيه. ده طبعا هغطيه عشان ليه غطا بايركس فهغطيه، لكن التانيين هغطيهم بورق ألمونيوم واروح ادخلهم الفرن. هياخدوا معايا حوالي 45 دقيقه لساعه، وبعد ما يستووا ارجع لكم تاني. ده شكل طاجن الفريك بعد ما خلص. تعالوا نفتح بقى كده ونشوف. بصوا ناخد حبه كده. بصوا شايفين الفريك مفلفل مش معجن خالص، بصوا شكله تحفه. تعالوا ندوق بقى كده واقول لكم رايي. طعمه حلو قوي، وكمان الفريك بتاعنا مفلفل قوي. وده شكل طاجن الفريك بتاعنا. بصوا الفريك بتاعنا مفلفل ازاي، بجد خطير. ورينا ده كده نشوف حلو ولا مش حلو. بجد مزيكا، طعمه حلو جدا. شوف انت اشطر ولا ماما؟ اكيد مامتك. لا حلو برضه. المره دي مش مشطشط زي المره اللي فاتت. لا حلو حلو. طعمه حلو جدا خطير. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ولسه ما اشتركتوش معايا في القناه يا ريت تشتركوا، وكمان ما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك والتيك توك باسم نرمين صبري.
اشوفكم على الف خير، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.